قبل بس ما اروح لفاصل، نفسي كده في شويه هدوء، نفسي الدنيا تهدى، نفسي الدوشه والهيصه والازعاج اللي احنا عايشين فيه بقالنا فتره ده يخلص. بجد الواحد زهق. ده مش جونا. بنلعب كرة من زمان وفي الوسط الرياضي من زمان لكن اللي بيحصل ده لا، صعب ولا احد يتحمله بمنتهى الامانه. يعني صعب كتير قوي وغريب قوي وجديد جدا علينا يعني. ومش عارف هنفضل لحد امتى في هذا الصداع وهذا الازعاج. احنا بلد جميله وبلد كبيره وبلد محترمه وبلد تستحق كل خير وكل احترام. يا رب الحقيقه نتنبه، لانه القادم هنا هيكون صعب. 2007 كنت خايف جدا على الولاد، لانه لما دخلت ظاهره جديده علينا، وانا الوحيد اللي قعدت اصرخ 5 سنوات من 2007 ل 2012 وتعرضت لوابل من الشتائم ومن التطاول ومن الهجوم ومن الخروج عن النص، وكان الفيسبوك بقى بدأ ساعتها وكانت القصه والحدوته، وانا صامت وانا بحذر وبنبه، وقلت هنفوق على صدمه عنيفه هيبقى فيها ضحايا. وللاسف حصل. ومن يومها مش عارفين نرجع الجماهير للمدرجات، وبعذر الناس وبعذر المسؤولين. دلوقتي الجمهور بقى جمهور سوشيال ميديا، والجمهور بقى بيتأثر بكل كلمة. وفي حاجات احنا طول عمرنا في مصر عمرنا ما تخطيناها مهما درجة الخلاف بلغت بين اي حد واي حد، لكن دايما عندنا خط عمرنا ما بنتجاوزه. الخط ده اتشال خالص، وبقى الامر صعب، وبقى التكمله في الجو ده صعب قوي. مش معقول يا جماعه كل سفريه وكل حته وكل رساله بتجيلنا هو في ايه؟ لازم الكل يعرف قيمه بلده واحترام بلده وقوه بلده. لازم الكل يعرف ده. لازم القانون يكون فوق الجميع ويطبق على الجميع، لانه ده المهم. لازم تبقى مطمن وانت قاعد انه عرضك واسمك واسرتك وبيتك وفرقتك وزملائك كلهم في امان. انقد فني زي ما انا عايز، اغير مدرب، اجيب مدرب زي ما انا عايز، مفيش فيه اي مشكله. لكن في خطوط يا جماعه ما ينفعش يتم تجاوزها ابدا. اتمنى الرساله تصل، لانه والله العظيم اذا كنا يعني اتصدمنا بحادث ضعف